حيث قتلت 100 شخص على الأقل قبل 4 أيام، واستلم جثثهم اليوم إلى من داخل مقاومة الشام ليخفف من الحصار في تلك المدينة، وفعلا في منطقة العباسيين وسط دمشق قصف الدمار في كل مرحلة. كان هناك عدد من الشهداء بدأ ب 312 شهيدا وانتهى ب 8000. محمد عمار طباجو أو محمد سعيد كما كان يسمي نفسه، أول من ملأ صدى صوته الآفاق عبر الفضائيات ووسائل الإعلام من دوما في ريف دمشق. كان ينقل أخبار قصف طائرات النظام ومجزرة الكيميائي، ويتعاون مع الإعلاميين المحترفين داخل سوريا وخارجها. دمشق محمد سعيد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق. على الوضع الميداني. محمد سعيد، أهلا بك محمد. أبدأ معك سيد محمد سعيد. يعني ضعنا في صورة آخر مستجدات الأوضاع لديكم اليوم بالمدن السورية. جثث 3 أشخاص أعلنوا ميدانيا على آثار التعذيب واضحة، وقد أيضا يوجد جثث تسلسل إيدي على بعد عشرات الأمتار من فرع المخابرات الجوية، وقد تبين أنهم. فأصبح صوت الغوطة، وأخذ يحصي ويوثق أعداد الضحايا وآثار الدمار الذي خلفته غارات سلاح الجو. كان صوت الغوطة بحق، يقول أهله ورفاقه، صوت لا يتوانى عن نقل الحقيقة حتى لو كلفته حياته. يا شهيد يا شهيد يا شهيدا رافع الله به، يا شهيد جبهة الحق على طول المدى، يا شهيد يا شهيدا رافع الله به، يا شهيد جبهة الحق على طول المدى، يا شهيد سوف تبقى في الحنايا، سوف تبقى في الحنايا، سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد، هاديا للركب رمزا للفداء، يا شهيد سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد، هاديا للركب رمزا للفداء، يا شهيد ما نسينا ما نسينا ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى، يا شهيد يا شهيد غالك الحقد بليل حالك، يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى، يا شهيد غالك الحقد بليل حالك، يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى، ناسي الفجار في نشواتهم يا شهيد أن نور الله لا لن يخمدا، يا